فطير العذراء مريم، كل سنة وانتم طيبين، أحلى أيام وصوم مبارك. وهعمل زي ما انتم شايفين كده الفطير ده اوردر طالع بألف هنا وشفا لصاحبة الاوردر. هنعمل النهاردة الاوردر مع بعض، هعمله لكم بالتفاصيل، ازاي يستوي، ازاي يتخمر، ازاي يتعجن، وايه مكوناته وكل حاجة وكل خطوة. خليكم معايا ويلا بينا. اهلا بيكم حبايبي، منورين قناه بيتو تشانل. معاكم داليا. هنعمل النهارده اوردر مطلوب مني لفطير العذراء، كل سنه وانتم طيبين. معايا 2 كيلو دقيق. هعمل معاكم المقدار واحده واحده كده. صيام مبارك علينا كلنا. اول حاجه بعملها بنخل الدقيق. مش شرط تستخدمي الدقيق اللي انا مستخدماه اللي هو دقيق الكوثر، لا ممكن تستخدمي اي نوع دقيق تاني ان شاء الله سايب، مفيش اي مشكله. اهم حاجه تمشي على الخطوات كويس قوي، والتسويه تبقى مظبوطه والتخمير يبقى مظبوط. ان شاء الله الفطير هيبقى احلى واحلى من اللي انا هعمله كمان. اول حاجه بنخل الدقيق، ودي خطوه مهمه. اول ما بنخل الدقيق ابتدي ان انا بعديها احط شويه ملح صغيرين، ذره ملح كده بساط اهو. زي ما انتم شايفين كده في رقم واتس انا حطاه اللي هو 010 27 11 4682. ده الرقم ده واتس بس مش تليفون. ممكن تطلبي اي اوردرات من خلال الواتس. اوكي. زي ما انتم شايفين كده انا بعد ما حطيت الدقيق والملح بحط الزيت بتاعي. حطيت كوبايه زيت على المقدار بتاع الكيلو دقيق. الزيت اللي بستخدمه في شغل الاوردرات هو زيت كريستال عباد الشمس. كل ما الزيت يكون نقي كل ما بيبقى الفطير احلى في الطراوه، احلى ان هو يقعد معاكي فتره اطول، ما يكونش ليه ريحه وحشه. فيفضل تستخدمي اي نوع زيت، بس تستخدمي يكون زيت نقي على قد ما تقدري، ما يكونش فيه ريحه مش مستحبه، عشان يبقى الفطير ما يزنخش معاكي لما يطول معاكي. مثلا محتفظه بيه في الفريزر اي حاجه ما تطلعوش تحس ان ريحته مش حلوه. لا بالعكس، هيبقى عامل زي ما يكون لسه فريش. بعد ما بحط الزيت لازم ابس بايديا كده، بفرك الدقيق في الزيت كويس قوي. دي مرحله مهمه جدا. اقعد افرك لحد ما تلاقي كل الدقيق اتشرب من كوبايه الزيت وبقى لونه كريمي او بيش كده. بعد كده بجيب بقى السكر بتاعي، اي نوع سكر استخدميه، سكر حبيبات عادي. زي ما انتم شايفين اهو انا بعبيه من الكيس بتاعه. بحط على الكيلو دي بحط كوبايه سكر. المقادير هكتبها لكم اثناء الفيديو، تقدري تصوريها باي طريقه او تاخديها سكرين شوت وتحتفظ بيها عندك. وجربي في اي وقت بينك وبين نفسك كده ان شاء الله تجربي ربع كيلو، جربي ربع كيلو عشان تطمني وتعرفي اي حاجه وقفت فيكي وقفت معاكي، يعني تقدري تعدليها لما تعملي اي كميه تاني. جربي في ربع كيلو. حطيت كده كوبايه السكر، بتحطيها في اي شفشه في اي بوله، المهم تحطيها كده لوحديها عشان نقدر ندوبها. بحط عليهم كوبايتين ميه دافيين. اوكي، لازم تبقى ميه دافيه لان انا هستخدم خميره فوريه دلوقتي، فلازم عشان الخميره تشتغل والعجين يتضاعف لازم تبقى الميه دافيه. هركن بقى الشفشة اللي حطيت فيه السكر والمية، وهبتدي اجيب معلقة الخميرة او باكت الخميرة احطه على مقدار الدقيق اللي احنا بسناه بالزيت. تمام. وهقلب كده بايدي، اوزع الخميرة. وبعد كده هو هبتدي انزل بالميه والسكر. بعد ما ادوب السكر كده اقلب فيه. الميه الدافيه بتساعد على ذوبان السكر اسرع، فهتقلبي كده حبه بسيطه، يعني بنسبه 50-70% السكر يكون دايب. وابتدي ان انا
ادلق الكميه اللي انا المقدار ده، طبعا عشان انا عارفه وعشان بشتغل فيه كتير قوي، فانا عارفه الكميه بتاعتي دي مظبوطه. حضرتك هتحطي كوبايتين الميه بس نزليهم حبه بحبه عشان ما تحسيش ان انت مش عارفه تلمي العجينه وتعجني بسهوله. فانا عشان متعوده فانا حطيت الكميه كلها فما تتخضيش. هتتلم دلوقتي رغم ان انت حاسه ان هي سايبه ومش وكلها ميه، لا هتتلم وهتتعجن وهتبقى زي الفل. طبعا الرخامه بتاعتي ببقى غسلاها كويس جدا بالميه والصابون، وحاطه الشمعه وحاطه صوره السيده العذراء مريم، ومشغله زي ما انتم شايفين كده التماجيد او التسابيح والترانيم. دي كلها الطقوس اللي بنعملها في تذكارات العذراء او الملاك، وبتكلم عليها في كل فيديو. زي ما انتم شايفين كده انا بعجن كويس قوي. هاتي من تحت العجين لان بيبقى فيه دقيق لسه عاوز يتعجن. بعجن كويس قوي كده. انا هعجن طبعا ال2 كيلو، بس عملت كيلو. انا لما بعجن بيطلب مني مثلا 10 12 25 كيلو، بعجن كل كيلو لوحده. للاسف العجان بقاله فتره مش شغال، في قطعه غيار الضمان مش عارف يجيبها، محتاجه استيراد يعني. ولكن الواحد لما بيعجن خلاص الموضوع بيبقى ممارسه وسهل وسريع. فلما بعجن كل كيلو لوحده بيبقى الموضوع اسرع وبتقدري تتحكمي في العجينه، غير لما تحطي 3 و4 و5 كيلو مع بعض بيبقى محتاج حد يعجن معاكي. فالموضوع بسيط وسهل. جربي في ربع كيلو وخدي بركة العجين. ولو لي في اي ظروف تمنعك ان انت تعجني وعاوزة تعملي اوردر، عينيا ليكي، ابعتيلي على الواتس او الواتس الرقم المكتوب ده، ابعتيلي الاوردر بتاعك، ابعتيلي محتاجة كمية قد ايه، عاوزاه سادة ولا عاوزاه محشي بالزبيب، مكان حضرتك فين، محتاجاه امتى. وانا حاليا بجمع اوردرات بقالي اسبوع، فاللي عاوز يطلب يحاول يلحق، لان بيبقى صيام السيده العذراء مريم اغلبيه الناس بيطلبوا اوردرات وبيحبوا يعملوا ندر ليهم في صيام العذراء. كده زي ما انتم شايفين كده العجينه اتلمت، نزلتها على الرخامه واديتها كده عجن شويه. شايفين العجينه اتلمت وبقت ماسكه نفسها وحلوه، ولكن طريه خالص وجميله وناعمه. انا دلوقتي بقى هجيب البوله بتاعتي واحطها واسيبها تتخمر. بنحطها في اي مكان في المطبخ دافي كده، نغطيها بستريتش او نغطيها بفوطه. وهعجن معاكم الاوردر التاني الكيلو، هعجنه بقى بسرعه كده واجري الفيديو. وان شاء الله اثناء الفيديو هتلاقي المقادير كلها مكتوبه، زي ما قلت لك تاخديها سكرين شوت. تمام. واخر الفيديو خالص هسيب لك قائمه تشغيل، يعني فيديوهات متجمعه لكل فطير العذراء والملاك اللي عملتهم التذكارات اللي فاتت او السنين اللي فاتت. يلا بقى بينا نعمل المقدار التاني بسرعه كده. كده زي ما انتم شايفين العجينه التانية خلاص اتعجنت حلو. اهم حاجه خلي بالكم العجينه المقدار الميه حطوه حبه حبه. هسيبها بقى تخمر وغطيتها، وزي ما انتم شايفين كده بعد بقى ما غطيتها وسبتها تخمر تاخد بقى نص ساعه ساعه براحتك. اهم حاجه الكميه تتضاعف وتعلى، ما تستعجليش عليها. احنا في الصيف عامه الحر هيخليها تخمر بسرعه. شايفين ادي الكيلو اللي عملناه الاولاني مع بعض، وده الكيلو التاني اهو برضو خمر وزي الفل كده. تمام. هنبتدي بقى ان احنا نقرص العجين. بجيب الصواني اللي عندي او الصاجات، ويفضل ألمونيا يعني، وابتدي ان انا اقطع العجين القطع المقاس اللي انت عاوزاه. اجيب بقى الصينيه بتاعتي وابتدي احط، اهم حاجه لازم تحطي شويه زيت وتدهني بيها الصينيه كده بالفرشه. مقاس بقى القطع ده بتاعك زي ما قلتلك، عاوزه صغير عاوزه كتير على حسب ما انت حابه الكيلو يطلع قد ايه عدد. طبعا بهبط العجينه من التخمير كده، وابتدي اخد بقى قطعه كده قد مثلا
الاستفندية الصغيرة كده واقفلها واكورها واقوم حطاها في الصينية. ولازم اراعي بين كل واحدة وواحدة في مسافة، لان لسه هتبتدي تخمر. يبقى انا كده اول تخميرة، عشان اقول لكم برضو ان انا اول ما عجنت العجينة في البولة غطيتها وخليتها تخمر. طب التاني تخميرة ايه هي؟ بعد ما اقرص العجين كله واسيب بين كل واحدة وواحدة مسافة عشان الختم وعشان ان هي اديها مساحتها في التخمير. يبقى تاني مرة هخمرها في الصينيه بعد ما اكورها او بعد ما اقرص الايه الكميه كلها. اوكي، هوريكم دلوقتي الصينيه اهو. بصوا في مسافه بين الكوره الاولانيه والكوره الثانيه. تمام، هقرص بقى حبايبي كل العجين ال2 كيلو وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم. وده حبايبي شكل العجين بعد ما قرصته كله. شايفين متقرص وفي مسافة بين كل واحدة والتانية. هسيبه بقى كده يخمر. بعد ما خمر زي ما انتوا شايفين حجمه تضاعف، بمسك بقى الختم وببتدي اختم على خفيف، ما اضغطش قوي عشان الختم ما يكتمش العجينة وتبقى القرصة رفيعة قوي. عاوزة تختمي قوي مفيش مشكلة براحتك، انا بقولك بس على التفاصيل وانا بعمل شغل الاوردرات. تمام كده، هسيبه بقى يخمر تاني، مش تاني مرة، تالت مرة بعد الختمة هسيبه يخمر تالت مرة حوالي 10 دقايق. او هختم كمان الصاج التاني. طبعا انا بختم الصاج الاول وبعديه التاني بالترتيب عشان التخمير بيفرق. اول واحد هيبقى اكتر واحد خمر. هخليهم بقى يخمروا لتالت مرة اهو. بعد ما خمر تالت مرة انا كده كده مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 ودخلت اول صاج خالص زي ما انتم شايفين اهو في الفرن. هسيبه على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق. 10 دقايق من تحت بس. وده دي النتيجة زي ما انتم شايفين. مجرد ما تحمر من تحت ببتدي اولع الشواية لمدة دقيقة او دقيقتين وانا واقفة. وانا زبونتي بتحب الوش يكون متحمر قوي مش ذهبي. فزي ما انتم شايفين اول ما طلعت الصينية بعمل ايه؟ بجيب بخاخ مية، البخاخة العادية دي بحط فيها مية بس من الحنفية وابتدي ارش الصينية كويس واغطيها على طول. السخونة مع البخار بتخلي الفطير بيلمع وبتخليه كمان يطرى. نكمل الكمية كلها ونرجع نشوف النتيجة. وادي الفطير بتاع العذراء السيدة العذراء مريم، كل سنة وانتم طيبين. بعد ما خلص الاوردر 2 كيلو، شايفين قد ايه طري، حجمه حلو متحمر من تحت ومن فوق. الفطير جميل جدا وريحته تحفة. درجة الحمار اللي انت عاوزاها. في زباين بيحبوه متحمر قوي يقولوا لي لازم يبقى الوش احمر قوي، في زباين بيبقى لونه يدوب ذهبي، فده يرجع للزباين. ده اوردر كان طالع عملته من كام يوم وقلت هصوره وانزله مع بداية الصيام. كل سنة وانتم طيبين. لو في اي حاجة مش مفهومة في الفيديو اكتبوا لي تحت الفيديو وانا هرد عليكم على طول. الى اللقاء.